هنبدأ فيلمنا في مدرسة بتربي وبتعلم البنات اللي ملهمش أهل، وبتكون المدرسة ليها قواعد، وهي إن البنت اللي هتعدي 16 مستوى هي اللي هتقدر المدرسة إنها تعرضها على العائلات علشان يتبنوها. في الوقت ده بنروح لفيفيان وصاحبتها المقربة صوفيا، وهم بيكونوا عدى المستوى التاسع ورايحين للمستوى العاشر، وبتكون صوفيا نظرها ضعيف شوية وبتقلق إن محدش هيرضى يتبناها، فبتطمنها فيفيان إنها هتشرط على أي عيلة عاوزة تتبناها إنها هتاخد صوفيا معاها. وبعد كده بيضرب جرس وبنشوف كل البنات وهم واقفين في صف واحد علشان يغسلوا وشوشهم وياخدوا حبوب الفيتامين، وبتكون المدرسة مركبة كاميرات علشان تراقبهم وإنهم بيعملوا اللي يطلب منهم. في الوقت ده صوفيا بتخبط في اللي قدامها وحاجتها بتقع، فبتفضل تدور عليها بس مش بتلاقيهم علشان نظرها ضعيف، فبتساعدها فيفيان وبتجيب لها حاجتها، بس بيكون الدور جه عليها والوقت بتاعها خلص. فبيجي الامن وبياخدوا فيفيان يعاقبوها، وبتنزل من المستوى اللي هي فيه علشان ما نفذتش الاوامر، وبتكون صوفيا خايفه جدا ومش بتقدر تقول لهم على اللي حصل. وبتعدي السنين وبتوصل فيفيان للمستوى ال16 من غير اخطاء تاني، وبتكون متفوقه في كل حاجه، وبتتلقب بالاخت الكبيره. وبتجيلهم بريكسل عضو من اعضاء مجلس الاداره بتاعه المدرسه، وبتفضل تتكلم مع البنات، وطبعا ممنوع اي واحده انها ترفع راسها وهي بتكلمهم. وبتقول لهم بريكسل انهم هينتقلوا لقاعه روز، وبتكون القاعة دي فيها بنات من مختلف المستويات. وبتتفاجأ فيفيان لما بتشوف صوفيا قدامها، بس مش بتديها أي اهتمام لأنها كانت السبب في إنها تنزل من المستوى اللي كانت فيه، وبتفتكر إنها خانتها، ولأن فيفيان واخدة لقب الأخت الكبيرة بيكون على البنات اللي معاها إنهم ينفذوا أوامرها. وكل عادة أول ما بيرنوا الجرس بيروحوا قدام الحوض وبيعملوا الروتين بتاعهم اليومي. وبعد الغدا بتروح فيفيان الحمام، وأول ما بتطلع بتتخض لما بتلاقي صوفيا قدامها، وبتحاول تعتذر لها وتفهمها اللي حصل، بس فيفيان بترفض الاعتذار بتاعها. وبعد كده بتيجي بريكسل ومعاها فساتين جديده، واول مره بتطلب من البنات انهم يرفعوا وشوشهم ويشوفوها، وبتقول لهم بريكسل ان من بكره العائلات هتيجي علشان يشوفوهم. وبيفرحوا البنات جدا لان اخيرا هيطلعوا من المدرسه. وبالليل كلهم بيعلقوا الفساتين بتاعتهم فوقهم وبيناموا، الا صوفيا بتكون صاحيه وحاسه ان في حاجه غلط بتحصل. وتاني يوم صوفيا بتروح لفيفيان وبتقول لها انها حاسه ان في حاجه غلط بتحصل، وبتقول لها ان الحبوب اللي بياخدوها مش حبوب فيتامين وانها اقراص منومه، وبتطلب منها انها ما تاخدهاش النهارده. وبيجي وقت انهم ياخدوا الحبايه، وبتمثل فيفيان انها خدتها قدام الكاميرا، وبتدخل الحمام ترميها. وبالليل بيكونوا كل البنات نايمين الا فيفيان وصوفيا، وبتروح صوفيا تقول لها ان كل البنات خدوا الحبايه نايمين نوم عميق ومش هيصحوا دلوقتي. وبتقول لها انه الحراس لما يجوا تمثل قدامهم انها نايمه، وبتسمع فيفيان الحراس وهم جايين، فبترجع على سريرها وبتمثل فيفيان انها نايمه. وبعد كده بتدخل بريكسل ومعاها 2 من الحراس، وبتطلب منها انها تاخد فيفيان وصاحبتها ريتا، وبيشيلوهم الحراس وبيخلوهم في المستوى الاول. وبتفتح فيفيان عينيها وهي مصدومه من اللي حصل، وبتحاول تصحي صاحبتها ريتا بس بتكون متخدره ومش حاسه باي حاجه. بترجع بريكسل ومعاها واحد عجوز ومراته، وبتكلمهم بريكسل على جمال فيفيان وصاحبتها ريتا، وبتقول لهم ان بقى لهم فتره كبيره ما شافوش الشمس. فبتختار مرات الراجل العجوز انها تشتري ريتا، وبياخد الحراس فيفيان وبيرجعوها لمكانها، وبياخدوا بنتين تانيين. وبعد ما بيمشوا بتجيلها صوفيا وبتطلب منها انها تقول لها على اللي حصل، فبتقول لها فيفيان على كل حاجه. وبعد كده بتقول لها صوفيا ان الحراس سابوا الباب مفتوح ودي فرصتهم انهم يهربوا، بس بتردد فيفيان الكلام اللي كانوا بيقولوه لهم، وهي ان الجو بره سام وان الميه ملوثه وانهم لو هربوا هيموتوا. بس بتحاول صوفيا تقنعها ان الكلام ده غلط، وبيجي الحراس وبياخدوا صوفيا. في الوقت ده بتفكر فيفيان في كلام صوفيا وبتقرر تهرب، بس بيطلع ان الباب الخارجي مقفول، فبترجع بسرعة قبل ما حد يشوفها في الكاميرات. وتاني يوم كلهم للدكتور علشان ياخدوا التطعيم ضد الأمراض، وبتفضل فيفيان تتكلم مع الدكتور، وبيحس الدكتور إن فيفيان هي أقوى وأذكى بنت عندهم. وبعد الغدا بتبدأ بنات كتير تتعب وبيظهر على جسمهم حساسية مكان التطعيم، وبتيجي صوفيا لفيفيان وبتقول لها إن في حارس أعرج وإنهم ممكن يخلصوا عليه وياخدوا منه البطاقة اللي بتفتح الباب ويهربوا. بس فيفيان مش بتوافق على الخطة دي. وتاني يوم بتكون فيفيان عند الدكتور وبيفضل يسأل فيها لحد ما بيسألها هي بتاخد الحبوب في ميعادها ولا لا، فبتتلخبط فيفيان بس بتقول له ايوه. فبيتأكد الدكتور ان فيفيان ممكن تكون عارفة حاجة، فبيقول لها انه هيديها حقنة فيتامين مركزة. وطبعا فيفيان مش بتقدر ترفض لان ساعتها هيتأكد انها عارفة كل حاجة. ولما بتاخد الحقنة بتفضل دايخة ومش مركزة طول اليوم وعليها النوم، وبتجيلها صوفيا علشان تقنعها بخطتها، بس فيفيان بتقول لها ان الحراس مش بيتكلموا بلغتنا وانهم مش هيقدروا يهربوا من المكان، وبيكون صوتها عالي ومش عارفة هي بتقول ايه لانها بتكون شبه مخدره. فبتطلب منها صوفيا انها توطي صوتها علشان محدش يسمعها، بس فيفيان بتعلي صوتها اكتر لدرجه ان في بنتين بيروحوا يقولوا لبريكسل على اللي حصل. وبتيجي بريكسل وبتاخد فيفيان وبتخليها في الحجز، وهو عباره عن اوضه صغيره، وبتقول لها بريكسل انها هتفضل قاعده في الحجز ده طول اليوم لحد ما تكون انسانه مثاليه. وبالليل بتكون صوفيا مستنيه الحارس لما يدخل، واول ما بيدخل الحارس بتخنقه بملايه السرير ومش بيعرف يقاوم لانه اعرج، وبتقتله وبتاخد منه البطاقه الذكيه اللي بتفتح الباب. ولما بتخرج
بتفتكر فيفيان وبترجع علشان تخرجها، بس بيكونوا الحراس شافوها وبيضربوا جرس الانذار، فمش بترضى تفتح لها الباب علشان ما تعملهاش مشكله وتكون مشتركه معاها. وقبل ما يمسكوها الحراس بتخبي البطاقه اللي معاها، وتاني يوم بيكونوا قبضوا على صوفيا ونزلوها المستوى الارضي. وبيقول الدكتور لبريكسل انها تديهم الحبايه بايديها، وبالليل بتكون فيفيان بتقاوم الحبايه لحد ما بتصحى وبتدور على البطاقه اللي خبتها صوفيا، وبتلاقيها في المخده بتاعتها، وبتروح تفتح الباب بس بتلاقيهم غيروا الشفره بتاعته، فبتستخدم الكارت وبتفك المسامير بتاعت الباب وبتقدر تطلع. وبتروح للاوضه بتاعت بريكسل وبتسالها عن صوفيا، فبتقول لها انها موجوده في الدور الارضي، وبتسالها بريكسل هي خرجت ازاي، فمش بتجاوب عليها. فبتقول لها بريكسل انها لازم تديها حقنه فيتامين، بس فيفيان بتضربها وبتديها هي الحقنه، وبتروح تطلع صوفيا وهم بيحاولوا يهربوا. بيلاقي غرفه فيها جثث كتير، ولما بيقروا الاسماء اللي عليها بتكون اسماء صحابهم اللي المفروض العائلات اتبنتهم. وبتلاقي فيفيان جثه مكتوب عليها ريتا صاحبتها اللي نزلت معاها، ولما بتفتح الغطا بتصرخ وبتتفاجئ ان وشها متشوه، وبتلاقي ان بقيه البنات اجسامهم ناقصه، وبيفهموا ان كل ده المدرسه بتخدعهم وان مفيش اسر بتتبناهم. بتروح صوفيا تقول اللي شافته للبنات التانيين، وبتدخل فيفيان اوضه الدكتور وبتلاقي اعلان معروض لبريكسل، وهي بتتكلم وبتقول انهم العاده الوحيده اللي بتقدر تغير الوشوش الكبيره وبترجعها صغيره في السن. وبتعرف فيفيان انها مش مدرسه وان دي عياده للاتجار بالبشر. وبتروح فيفيان تاخد بريكسل وتدخلها الاوضه اللي اتحبست فيها، وبتقول لها انها تقضي اليوم هنا لحد ما تكون انسانه مثاليه. في الوقت ده جرس الانذار بيضرب، وبتبدا البنات انها تخرج ما عدا صوفيا لان نظرها ضعيف وبيقدر حارس انه يمسكها، بس فيفيان بتاخد بالها وبترجع وبتخلص عليه، وبتاخد فيفيان وبيحاولوا يهربوا. في الوقت ده بتيجي عربيه فيها حراس مع الدكتور وبيفضلوا يجروا ورا البنات، وفي منهم اللي بيقدر يهرب، بس فيفيان وصوفيا مش بيقدروا يهربوا لان الحراس وراهم، فبيخشوا اوضه وبيقفلوا عليهم الباب. وبيجي الدكتور يتكلم معاهم ويحاول يقنعهم انهم يفتحوا الباب، وبيقول لهم انه احسن اب ليهم وانه كان بيراعيهم في المدرسه اللي بناها علشان يربي فيهم البنات اللي اهلهم باعوهم ليه وهم صغيرين. وبتقول له فيفيان الوش ده يساوي عنده كام، فبيقول لها كتير. فبتبدا فيفيان تشوه وشها بالمشرط اللي معاها، وبينهار الدكتور لما بيشوف وش فيفيان وهو بيتشوه. في الوقت ده بيجي خبر للحراس ان البنات اللي هربوا بلغوا الشرطه وانهم لازم يمشوا. وتاني يوم بتيجي الشرطه وبيطلعوا فيفيان وصوفيا، وبتكون دي اول مره يشوفوا فيها الشمس وبيمسكوا ايد بعض. وبكده يبقى خلصنا فيلم النهارده. لو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والكومنت والاشتراك في القناة. كان معاكم محمد نوبي.